تخيل كده إن حياتك دي فيلم، بس الغريب إنك قاعد مستني الفيلم يبدأ، والبداية دي عمرها ما بتيجي. هي دي بالظبط الحياة المؤجلة. بنبقى موجودين بجسمنا، بس عقلنا تايه في بكرة، مستني لحظة معينة عشان يبدأ يعيش بجد. عشان كده خلونا نسأل نفسنا سؤال صريح جدا: هو احنا فعلا بنعيش حياتنا ولا يا دوب بنستناها تبدأ؟ الحياة المؤجلة دي يعني تبقى قاعد مع أهلك بس دماغك بتفكر في ميتنج بكرة، أو بتاكل أكل بتحبه بس في نفس الوقت بتراجع في دماغك قائمة المهام اللي وراك. جسمك موجود هنا لكن عقلك مسافر للمستقبل، والنتيجة إن اللحظة الحلوة اللي انت فيها دي ضاعت خلاص. المشكلة إن حياتنا دي اتحولت سباق طويل قوي وما فيهوش خط نهاية واضح. القصة دي كلنا عارفينها وحافظينها، بس أخلص الكلية وهبدأ أعيش. طيب خلصنا نكتشف إن في ماجستير، خلصنا الماجستير نلاقي نفسنا غرقانين في ضغط الشغل. كل ما نعدي مرحلة بنخترع لنفسنا بعدين جديدة، بالظبط كأننا بنجري في ماراثون وخط النهاية كل شوية بيتحرك لقدام. والمفارقة العجيبة إن كل ما بنقرب من خط النهاية اللي كنا راسمينه في خيالنا بنقوم بإيدينا وبنبعده أكتر، نخلق أهداف جديدة، تحديات أصعد، ونفضل نجري في نفس الدايرة المقفولة دي. كل ده ليه؟ لأننا عايشين على وهم اسمه الوقت المثالي، مستنيين اليوم اللي مش هيبقى فيه أي مشاكل ولا أي ضغوط ولا أي قلق، عشان ساعتها بس ندي لنفسنا الإذن إننا نفرح ونعيش. لكن الحقيقة المرة إن الوقت ده مجرد سراب عمره ما بيجي. طيب إيه بقى تمن النجاح المؤجل ده؟ يعني إيه اللي بنخسره وإحنا عمالين نجري في السباق اللي مش بيخلص ده؟ هنا بقى بنقع في فخ مؤلم قوي. بنقضي عمرنا كله بنجري عشان نأمن مستقبل أولادنا، وفي المقابل بنفوت طفولتهم اللي مش هتتعوض. بنشتغل زيادة عشان نريح أهلنا، وفي المقابل بنخسر لحظات وجودنا الحقيقي معاهم. بنضحي بدلوقتي عشان خاطر بكرة، وبننسى إن دلوقتي هو كل اللي نملكه فعلا. رحلة العمر المؤجل دي بتبدأ في العشرينات، شغل وتحويش. نيجي للأربعينات بيبقى شغل أكتر وتحويش أكتر، لغاية ما نوصل لسن 65 ونقول أخيراً هنرتاح. فنكتشف إننا بنصرف كل تحويشة العمر على الدكاترة والعلاج عشان نحاول نرجع صحة إحنا اللي ضيعناها زمان وإحنا بنجري ورا الفلوس. دي مش حياة، دي صفقة خسرانة بكل المقاييس. ومع الوقت بنتحول لناس موجودة بجسمها وبس، بنصحى، بنروح الشغل، بناكل، بنتكلم مع الناس، كل ده وإحنا شغالين على وضع الطيار الآلي، الأوتوبايلوت. لو تخيلنا إن عقلك ده عامل زي تورتة، تفتكر هتتقسم إزاي؟ غالباً هنلاقي أكبر حتة رايحة للمستقبل وتخطيط ليه، وحتة تانية للقلق، وحتة تالتة لقائمة المهام اللي عمرها ما بتخلص. أما بقى قطعة اللحظة الحالية فدي يدوب الفتافيت اللي باقي. طيب كفاية جري بقى. أعتقد جه الوقت اللي لازم كلنا ندوس فيه فرامل. الرسالة هنا واضحة ومباشرة، لازم نقف، لازم ندوس فرامل ونبص حوالينا على كل الحاجات الحلوة اللي بنعدي عليها كل يوم وإحنا بنجري ومش واخدين بالنا منها خالص. عشان نخرج من وضع الأوتو بايلوت ده الموضوع محتاج 3 خطوات. أولاً الإدراك، لازم نعترف لنفسنا إننا مش عايشين اللحظة. تانياً القرار، ناخد قرار واعي وصريح إننا هنفصل الوضع ده. تالتاً الحضور، نختار بإرادتنا إننا نكون هنا ودلوقتي بكامل تركيزنا وحواسنا. والنقطة المهمة هنا إن ده مش معناه إننا نتخلى عن طموحنا. الطموح شيء عظيم، لكن الأهم إن الطموح ده ما يتحولش لوحش يلتهم حياتنا الحالية ويخلينا مجرد أشباح فيها. طيب إزاي بقى نرجع تاني نكتشف جمال اللحظة الحاضرة اللي بنضيعها كل يوم دي؟ الحل بسيط جدا في استعادة متعة الصغيرة. يعني المرة الجاية وإحنا بناكل نجرب ناكل من غير موبايل ونركز بس في طعم الأكل. نجرب نسمع أغنية بنحبها في العربية من غير ما نفكر في أي حاجة تانية. نجرب نسمع صاحبنا عشان نفهمه بجد مش عشان نجهز الرد. السعادة الحقيقية والله مستخبية في التفاصيل الصغيرة دي. ونقطة البداية لكل ده هي الرضا. والرضا هنا مش معناه استسلام أبداً. الرضا هو إنك تقدر اللي في إيدك دلوقتي وتكون ممتن ليه، وفي نفس الوقت عينك على اللي ممكن تحققه بكرة. هو التوازن المثالي بين تقدير الحاضر والسعي للمستقبل. ودلوقتي قبل ما نخلص خلينا كلنا نسأل نفسنا: إيه هي الحاجة الصغيرة اللي هنعملها النهاردة بالذات، عشان نعيش اللحظة؟ مش بكرة ومش بعدين، دلوقتي. لأن بكرة اللي احنا مستنينه ده ممكن أصلا ما يجيش بالشكل اللي احنا متخيلينه. أشوفكم في فيديو جديد من خطوات في الطب.